واحد بيحكي بيقول انا امي ماتت وانا كان عمري 5 سنين، وبعد كده ابويا اتجوز وخلف ولد من مراته التانية. ابويا كان قاسي عليا قوي وطول الوقت محملني حمل اخواتي، ومرات ابويا كانت بتفرق بيني وبين ولاد حتى في الاكل والشرب. ولما كنت اشتكي لابويا ما كانش يصدق وكان يضربني، وكان دايما بيقول لي مش كفايه انها مستحملاك وانت مش ابنها. كبرنا شويه وانا كنت متفوق في دراستي وبحب المذاكره جدا والكتب قوي، بس دايما ما كنتش بلاقي فرصه اقعد اذاكر. طول الوقت بقضي مشاوير لمرات ابويا، مع ان اخويا كان كبر ويقدر يعمل ده، بس انا كنت بستغل كل لحظه عشان اذاكر فيها. وجبت مجموع كبير في الثانويه العامه، بس احلامي كلها اتدمرت لان مرات ابويا طلبت من ابويا ان انا اسيب التعليم عشان اشتغل معاه واجيب فلوس بدل ما اضيع وقت في الكليه، وكده كده في الاخر اشتغل في الورشه مع ابويا. لما ابويا بلغني بالقرار كلامه نزل عليا زي الصعب. فضلت اجري لغايه ما وصلت لقبر امي وقعدت احضن فيه وانا بقول لها ليه سبتيني؟ علشان يتحكموا فيا ويعملوا كده معايا؟ قد ايه انا محتاج لك يا ام. ونزلت الشغل مع ابويا وسبت التعليم واشتغلت معاه 2 سنين، دقت فيهم طعم الذل والاهانه قدام اي حد، وكان عاملني كاني اقل صبي عنده. سبتهم وهرب، والغريبه ان محدش سال عليا ولا دور عليا. رحت لواحد قريب امي عايش لوحده وعنده اعاقه في رجله، حكيت له على اللي حصل، زعل جدا علشان وقال لي يا ريت يا ابني كنت اقدر اعمل لك حاجه، لان الحال على قده زي ما انت شايف. اللي اقدر اعمله معاك ان انت تقعد معايا بس تعتمد على نفسك. وفعلا تاني يوم نزلت ادور على شغل واشتغلت كل حاجه، وبعد كده اشتغلت في مطعم كنت بنظف حمامات. وفي يوم دخل واحد يغسل ايده بعد الاكل وقلع ساعته ونسيه، ولما دخلت بعده لقيت الساعه باين عليها انها غاليه قوي. تركت لقيته وركب عربيته وبدا يمشي. فضلت اجري وراه لغايه ما نفسي اتقطع وانادي عليه لحد ما اخد باله في المرايه ووقف بالعربيه.